الأهلي والأزمة الهجومية. الفيديو ده هيبقى مختلف شوية، هنستعرض فيه أبرز الأرقام بخصوص الأهلي الموسم ده. نبدأ بإحصائيات آخر 3 ماتشات للأهلي مع ميدياما وسموحة ويانج أفريكان. نبدأ بماتش ميدياما اللي على الشمال ده الأهلي. هنلاقي الاستحواذ 74%، إجمالي التسديدات 26 تسديدة، منهم 11 على المرمى و7 بره و8 اتعمل لهم بلوك، بالإضافة ل8 ركنيات. بعد كده 26 تسديدة كان 19 منهم من جوه البوكس و7 من بره، بالإضافة إن حارس ميدياما عامل 9 إنقاذات. بعد كده عدد التمريرات 529 تمريرة، 451 منهم تمريرة صحيحة، يعني استحواذ كامل على المباراة. وكلنا عارفين إن الماتش خلص 3-0 للأهلي، وكان ممكن يبقى أكتر من كده من كمية الفرص اللي ضاعت. نخش على ماتش سموحة برضو اللي على الشمال الأهلي. هنلاقي الاستحواذ 67%، إجمالي التسديدات 16 تسديدة، 2 بس منهم على المرمى و8 بره و6 اتعمل لهم بلوك، بالإضافة ل15 ركنية الأهلي ما استفادش طبعا بولا واحدة منهم. بعد كده 16 تسديدة كان 10 منهم من جوه البوكس و6 من بره، وحارس سموحة عمل إنقاذين. التمريرات كانوا 582 تمريرة، 484 تمريرة منهم صح. وطبعا كلنا عارفين إن ماتش سموحة خلص 0-0. آخر ماتش الأهلي ويانج أفريكانز، الأهلي هنا اللي على اليمين. هنلاقي 53% نسبة الاستحواذ، بالإضافة ل15 تسديدة، 7 منهم على المرمى، 5 بره و3 بلوك و9 ركنيات. بعد كده هنلاقي ال15 تسديدة 9 منهم من جوه البوكس و6 من بره، بالإضافة إن حارس يانج أفريكانز عمل 5 إنقاذات. التمريرات 494 تمريرة، 406 منهم صح. ماتش كان في المتناول ولكن فرط فيه الأهلي وخلص 1-1. نتعمق أكتر في المشكلة. الأهلي الموسم ده بداية من ماتش اتحاد العاصمة مرورا بمختلف البطولات من دوري وكاس وتشامبيونز ليج وسوبر ليج أفريقي، لعب 16 ماتش، 8 فوز 6 تعادل وهزيمتين، وأحرز الأهلي 29 هدف، ونركز في الرقم ده، واستقبل 10 أهداف، بس مش موضوعنا دلوقتي. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده واللي مهمة قوي من وجهة نظري. إجمالي محاولات الأهلي على المرمى 188 محاولة. طب تعال نصفي الرقم ده شوية. هنلاقي إجمالي محاولات الأهلي الصحيحة على المرمى 81 محاولة، جه منهم كام؟ 29 جول. وده طبعا أثر على الفريق بالسلب في التعادل في 6 ماتشات وخسارة ماتشين بسبب كمية الفرص الضايعة. طب إيه هو سبب المشكلة؟ من وجهة نظري في مشكلة في وينجات الأهلي واللي بيتراجع مستواهم من بداية الموسم. تعال نشوف أرقامهم كده. هنلاقي بيرسي تاو 15 ماتش، 10 أساسي و5 بديل، 5 أهداف ولا أسيست. الشحات 13 ماتش، 10 أساسي و3 بديل، 4 أهداف ولا أسيست. طاهر 12 ماتش، 3 أساسي و9 بديل، جول و2 أسيست. عبد القادر 7 ماتشات، 3 أساسي و4 بديل، جول و2 أسيست. كريم فؤاد 8 ماتشات، 2 أساسي و6 بديل، جول وأسيست. رضا سليم 6 ماتشات، 4 أساسي و2 بديل، جولين ولا أسيست. كريستو 3 ماتشات، ماتش أساسي و2 بديل، ولا جول ولا أسيست. يعني وينجات الأهلي كلها ال7 جايبين 14 جول من ال29 جول. طب تعالوا نشوف محاولاتهم على المرمى. وبالمناسبة محاولاتهم دي بعيدا عن ماتشين سان جورج. بيرسي تاو 14 محاولة، 7 منهم صح. حسين الشحات 17 محاولة، 7 منهم صح. طاهر 9 محاولات، 5 منهم صح. عبد القادر 5 محاولات ولا محاولة صح. كريم فؤاد 5 محاولات، 2 صح. رضا سليم 4 محاولات ولا 4 صح. كريستو ولا محاولة أصلا. وبالتالي في مشكلة في وينجات الأهلي اللي مستواهم متراجع، وبالتالي بقى الاعتماد على المهاجم. طب تعال نشوف أرقام مهاجمين الأهلي كده. هنلاقي كهربا واللي أرقامه كويسة من وجهة نظري، 9 ماتشات، 8 أساسي وماتش بديل، 5 أهداف و2 أسيست. موديست 9 ماتشات، 5 أساسي و4 بديل، جولين ولا أسيست. صلاح محسن 7 ماتشات، 2 أساسي و5 بديل، جول ولا أسيست. زعلوك ماتشين، الماتشين بديل، ولا جول ولا أسيست. طب تعالوا نشوف محاولاتهم على المرمى. وبالمناسبة محاولاتهم برضه بعيدا عن ماتشين سان جورج. كهربا 18 محاولة، 9 منهم صح. موديست 12 محاولة، 6 منهم صح. صلاح محسن 5 محاولات،
4 منهم صح، زعلوك محاولة واحدة ومش صح. فبالتالي وإن جات الأهلي مستواهم متراجع والمهاجمين يعتبروا مش في الصورة أصلا، ما عدا كهربا اللي هو أحسن واحد في الشق الهجومي بالأرقام، واللي هو مش مهاجم صندوق أصلا.